ممكن حد يبقى عنده 50 سنه ولسه بيلعب سله؟ الاجابه كابتن اسماعيل احمد او سمعه لسه بيلعب لحد دلوقتي. مش بس كده، الراجل بيكسب الدوري اللبناني مع فريقه الرياضي بيروت. مش بس كده، ده ساهم بالفوز باللقب باداء مميز وحضور بدني وفني استثنائي، ولا كانه شاب في العشرينات ما شاء الله. بينادوه بالمعلم او الاسطوره الحيه، لان زي ما قلنا بيدق باب ال50 ولسه مكمل. يعني سمعه ده بابا الشغلانه، ده كسب افضل لاعب عربي اكتر من مره. اتولد في الاسكندريه سنه 1976 وبدا مسيرته بشكل احترافي في الاتحاد السكندري وهو عنده 17 سنه، وفي اواخر التسعينات سافر لبنان عشان يحترف هناك، وقدم هناك اداء حلو وخلاه يلعب في اكتر من نادي لبناني، وبنى علاقه محبه كبيره مع الجماهير اللبنانيه واتجوز هناك وخد الجنسيه، ورجع بعدها يلعب في الدوري المصري تاني مع الاتحاد السكندري وقدر يكسب الدوري المصري وهو اكبر لاعب سله في مصر. ادي اسماعيل احمد، ولا لا، اسماعيل احمد في سادس رميه ثلاثيه ليه. وبعد انتهاء عقده مع الاتحاد رجع لبنان ومضى مع فريقه الرياضي بيروت اللي لعب له سنين كتيره قبل كده، وقدر معاهم في 2025 يفوزوا بالدوري اللبناني. سمعه اسطوره لسه بيكتب تاريخ جديد وبيكسر ارقام قياسيه وبيعلم الشباب الصغير وبيديهم من خبرته، وبيقول لنا كلنا ان الشغف والاصرار ملوش علاقه بالارقام.